السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو بعد المباراة اللي احنا توقعنا بكل بساطة التشكيل بتاعها قبل المباراة ب5 أو 6 ساعات. ارجع للفيديو اللي قبل ده على طول هتشوف تشكيلنا بالظبط من حراسة المرمى للمهاجم اللي كان فيه مشكلة. أداء مهزوز لمنتخب مصر. يا جدع ازاي ده احنا عملنا مباراة كبيرة، ده احنا تقريبا كنا قاعدين في ال18 بتاع اثيوبيا. ما هو لما تبقى انت عندك صلاح وعندك مرموش وتريزيجيه وزيزو من تحته ويمين هاني وشمال محمد حمدي وحمدي فتحي واسامه فيصل في الهجوم اللي انت معتمد عليه ومقعد مصطفى محمد، وفي الاخر ما تجيبش غير هدفين بركلتين جزاء، دي نصيبه. دي نصيبه في حد ذاتها. كده هتروح تعمل لما تقابل فرقه قويه هتعمل ايه؟ طب دي فرقة مستسلمة استسلام كامل 1,000,000%، ما بتهاجمكش، بل بالعكس لما هجمت عليك خد هجمة واتنين شكلت عليك خطورة. هل الأداء ده هينفع ولا هيفيدنا في مباراة أو في أثيوبيا في بوركينا فاسو أو في أفريقيا؟ هل الأداء ده جاي على هوا هنا بريدة عشان من الآخر أول سقطة يزيح حسام حسن؟ وكل عارف الكلام ده. هل الاداء ده عاجب حد؟ هل الاداء ده عاجب حد؟ اداء ماشي، احنا ماسكين ومستحوذين ماشي، ما انت معاك صلاح، معاك تريزيجيه، معاك زيزو، معاك مرموش، معاك حمدي فتحي، معاك بتلاعب فريق اصلا ضعيف، ورغم كده ما انت شايف تجيب اجوان. ده كان جزات او مقابل الفضايح والخناقات اللي عماله تحصل حوالين المنتخب. لكن تعالى اقول لك على كارثه اكبر محدش عارف عنها حاجه ولا بيتكلم عليها في مصر. كارثه المستقبل. كارثه المستقبل. ايه يا عم؟ منتخب الناشئين بقياده احمد الكاس اللي راح يلعب خليجي او بطوله وديه في الخليج في السعوديه، لعب 3 مباريات. سيد الفاضل لعب كام؟ 3 مباريات. اول مباراه قدام عمان وخساره 2-0 باخطاء ساذجه من حارس المرمى والدفاع، قله حيله للهجوم وعدم استغلال الفرص. تيجي تقوم لاعب العراق في المباراه الثانيه بنفس الاخطاء الساذجه في الدقيقه الثانيه بفضيحه لحارس المرمى، تخسر 2-0 برضه. ثم تلاعب اضعف الفرق البحرين وتفوز 2-1 باداء سيء ايضا. الدفاع في منتخب الشباب ضايع، خط الهجوم الى حد ما لكن ما بيستغلش الفرص. ليه دايما الكابتن الكاس دايما ما دام انت عايز تلعب بحمزه عبد الكريم وزيزو الزغبي احسنهم؟ انا شفت مباراه او 2 او يعني مباريات كامله، شفت ملخصات كتير، احسنهم زيزو الزغبي، لكن ما فيش الدعم او التطعيم او اللعيب اللي بيجبر. يعني هو اللي عامل اسيست طبعا الهدف الثاني لمنتخب مصر في مباراه البحرين، لكن الاداء مقبل لا وحش. احنا كده هنروح يتعمل علينا حفله في كاس العالم. احنا بالوضع ده هينعمل علينا مشاكل كبيره قوي في كاس العالم في قطر. كاس العالم خلاص على وشك. عودتنا بهزيمتين وفوز رديء امام البحرين في البطوله دي وحش. وطبعا منتخب اسامه نبيه ومنتخب الشباب رخر على الله حكايته. فاحنا عندنا ازمه في المنتخبات. الناس اللي عماله تتكلم بس والجهاز الفني للمنتخبات او الناشئين كده ربنا يشفيه كابتن حسن شحاته ومش عارف مين واحمد حسن ومين. انا عايز اعرف الناس دي لازمتها ايه؟ ما هماش شايفين اللي بيحصل في منتخب الشباب والناشئين؟ يعني للدرجه دي انتوا ما انتوش شايفين كارثه منتخب الناشئين ومنتخب الشباب؟ طب منتخب الاول وعارفين انكم مش هتعرفوا تفتحوا بقكم عليه، هتخافوا طبعا من حسام حسن من ابراهيم ورد فعلهم. حقهم مفيش مشاكل. لكن انت كاتحاد الكوره عاجبك الوضع ده؟ ما زالت الكوارث متتاليه في اتحاد هنا ابو ريده. ما تكلمنيش عن كوره في مصر في المستقبل بالوضع ده في المنتخبين دول. ما تكلمنيش على مستقبل. مباراه بوركينا فاسو مباراه تقلق. ليه مباراه تقلق؟ لان ببساطه منتخب مصر ما يخوفش اي حد. الف مبروك لمنتخب المغرب الصعود رسميا لكاس العالم 2026 بامريكا. في النهايه ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. ارجع للفيديو اللي قبل ده او الشورتز هتلاقيني
انفردت قبل اي حد بتشكيل منتخب مصر. السلام عليكم.